بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا بنشرف وبنسعد بالضيافة الكريمة الحاج خالد، نجم نجوم وعلم من أعلام سوق الدواء، وطبعا سعداء بوجودنا معاه وشرف لينا يعني إن احنا نتواجد معاه النهارده بنناقش أمور مهمة متعلقة بميثاق الشرف وبعض الأمور دي التنظيمي لعمل السوق. لكن أهم من كل ده قصة الحاج خالد ملهمة، وهو اتكلم عن طرف منها بسيط كده على الفيس وبعدين ما كملش. فاحنا بقى عاوزين نخش في الموضوع على طول. الاول طبعا عاوزين نعرف حضرتك، يعني نعرف حضرتك الناس طبعا غني عن تعريف وعالم من عالم السوق، الاماكن العاصمه، مش كل الناس تعرف العاصمه بتاع حضرتك، قصه ابن خلدون وقصه عمرو خالد، وتعريف حضرتك كده بسيط، وبعدين نتنقل بقى للقصه المهمه دي عشان الدنيا باذن الله. شكرا. 50 سنة. خريج عين خالد. خريج تربية رياضية. ما شاء الله مفاجأة دي. ما شاء الله. وكمان كنت بطل جمهورية في المصارعة. لا باين دي. ما شاء الله. اللهم بارك. تمام. كنت بطل رياضي ما شاء الله. ما شاء الله وفضل الله. وحتى التربية الرياضية لها قصة يعني. كنت في تربية لغة عربية وحولت التربية الرياضية وفي نفس السنة وقصة كده يعني. ما شاء الله. حبيبنا محمد سعد ما شاء الله. محمد سعد. ولو ظهر يبقى شيلها كومنتيشن. الله يحفظ حاج محمد. الدنيا نور. نور حضرتك. والله الحاج خالد ده بص فاكهه. طبعا. والله العظيم ان هو بيجمع الناس الجميله ويجيبهم ينوروا عندنا. الحمد لله على سلامتك. اتفضل. الله يكرمك. اقعد هناك بقى. حاضر يا عشان ما تسمعش هنقول ايه. اتفضل حاج خالد. خلاص حضرتك في تربيه لغه عربيه وقالنا تربيه رياضيه. في نفس السنة. على اساس ان انا ابقى معيد في الكليه ما شاء الله. الكليه لسه فاتحه جديده قدرا يعني كده ما لم يفتح الامر. لكن ايه السبب حضرتك خدت الدواء؟ يعني ايه اللي لما اشتغلت طبعا مدرس التربيه الرياضيه الموضوع عندي كان صعب جدا. الدخل يعني انا اصلا في الاول لما كنت في تربيه كنت بقول لابويا الله يرحمه انا متردد. العميد نفسه هو اللي كان يعني حريص جدا، وهو حد اسمه الدكتور عصام كان حريص كل الحرص ان انا ابقى في ان انا اخش التربيه الرياضيه. والله احنا يعني انا البدايه حتى كنت يعني ابويا الله يرحمه العلاج يعني انا في كذا وفي كذا. قال لي طب انت قلت له يعني مدرس كده انا ممكن ابقى يعني مدرس عربي ولا مدرس انجليزي ولا مدرس حاجه يعني ولا بتاع اعرف ادي درس سواد يعني الامور الماديه يعني صعبه يعني كده وبتاع. اما التربيه الرياضيه انا ما عملتش اول في الجامعه يبقى كده خلاص مدرس تربيه رياضيه ولا الموضوع يبقى صعب جدا. هو كان يستغير يخش ما انت عايزه ورزق على ربنا سبحانه وتعالى. دخلت التربيه الرياضيه لعبوا يعني المهم ما كانش لنا نصيب يعني قدر الكلمه ما بقتش انا لا ابقاش معيد يعني تعينت المدرسه الراتب على قده عايز اتجوز عندي مش عارف ايه والامور صعبه جدا وشاقه. فقعدت ادور على شغل اشتغلت مع حد اسمه دكتور. ما شاء الله احنا كنا بنسمع بقى الحاجات دي عشان نستفيد الاجيال اللي طالعه ازاي الاجيال دي كانت بتكافح وعندها طموح ما تستسلمش. هو خلاص في النهايه وصل التربيه الرياضيه هيعمل ايه بقى؟ ايه اللي بعد كده؟ المهم يستفيد ازاي يعني نتعلم بقى. ماشي. المهم بدات تكافح على الدور بعد اشتغلت مع حد اسمه دكتور اشرف حد محترم يعني. صيدليه ولا كان عنده صيدليه عنده مخزن كده جنبها. ما كانش فكره المخازن ما كانتش موجوده بالقوه يعني كان يكاد بيكون مثلا واحد كل مثلا محافظتين ثلاثه. ده كانت سنه كام بقى حاجه؟ معظم الناس كانت سنه كام؟ الكلام ده تقريبا سنه 2000 ما شاء الله. 99 2000. ف جيت اشتغلت معاه كده يعني بعض الوقت يعني بغض النظر عن التفاصيل. المهم ان انا بدات اشتغل انا بقى لوحدي. امتى واخدت القرار؟ يعني انت قد ايه؟ كان عندي موتوسيكل كنت بسحبه اكتر ما بركبه. ايوه من ارهاق الموتوسيكل كنت بشتغل فترات طويله جدا. كنت بقعد يعني مثلا اروح المدرسه بتاعتي الساعه 7 الصبح كان فيها دوام واحد اطلع مثلا الساعه 12 من الساعه 12 اروح البيت مثلا الساعه 2 3 وقعد بلف في القرى في النجوع ومفيش حاجه بتاعي يعني الحمد لله والشكر لله. يعني لكن انت خدت القرار بقى كنت تشتغل لوحدك. انت قلت خلاص اتعلمت تشتغل لوحدك. قعدت قد ايه مع دكتور؟ لا ما قعدتش كتير. 3 اشهر مثلا. لا حوالي 6 شهور 7 شهور كده مش عارف. خدت القرار تشتغل.
ازاي بقى؟ اول بدايه. بدات بقى ايه اعرف بقى فلان الفلاني عنده كذا وفي كان في بقى يعني ذكرنا بقى الله يمسيه بالخير السعيد. الله السعيد، السعيد حاج زاهد. الله يمسيه بالخير برضه. زمزم، احمد زمزم. في مجالات حلوه جدا. الجماعه بتوعنا احنا بتوع وسنا وانت مش واخد بالك. حاج ابراهيم واخوه الدكتور. المهم يعني اللهم صل وسلم. بدات تشوف مين الناس اللي عندهم كذا حد بقى منهم بقى. ومش عارف كان في برضه ناس في المنصوره، كان حد مش عارف كل حته كده كنت لازم تلاقي فيها حد في القاهره وحد في مش عارف فين وحد فين. كنت قاعد اجيب بقى من ده مثلا اقصاف واسافر واحد من اقصاف. البدايه حاجه كام تقريبا الرقم ده؟ الرقم 5000 10000 الرقم تحديدا تقريبا يعني، مش تحديدا تقريبا 4000 جنيه. ما شاء الله. والله يا اخوانا قصص ملهمه يعني، وحاجه جميله يعني انا بقول في سوق الدواء بتاعنا ده في نماذج فعلا تشرف، نماذج الكفاح والجهد والبذل والعطاء. بس انا كنت شاري الموتوسيكل ب 700 جنيه. ما شاء الله. ب 700 جنيه وقتها. بدات ب 4000 جنيه تشتغل. بعد كده اجرت مكان بقى ولا خدت صيدليه ولا اشتغلت ازاي؟ جيت نصب عليا. قدام شويه كده. نصب عليك. نصب عليا كده سنه 2003. كان في واحد كده كنا نعمل مخزن ادويه سوا. واجرنا المكان وظبطنا الدنيا عشان نعمل الايه؟ نعمل مخزن الادويه ده. جه خد الفلوس بتاعتي وفلوس ناس ثانيه، وكان خدها ناس ثانيه ومش عارف كل ده بتاع وسافر. رجعت تاني للصفر. قلت خلاص مش هشتغل في الدواء تاني. جيت اشتغلت بقى في يعني قلت لا انا مش هشتغل في الادويه تاني. ما قلتهاش انت بقى دي على الصفحه دي حاجه جديده. لا حاجه جديده. لا ما تشتغل تاني. قول للحاج محمد وطي صوتك شويه. فلقيت جمعيه وطي صوتك شويه، وطي صوتك شويه. واخد بالك؟ كنت بقول لك ايه؟ خدت خلاص ترجع مش هشتغل في الدوري سبت نصب الشغل عليك ده واشتغلت ايه؟ فتحت محل مواد غذائيه. ما شاء الله. انت بتصنع على التجاره، التاجر التاجر. لا انا بحب التجاره جدا جدا، ويعني كمان بحبها وبحب ادرسها وبحب اشوف يعني من سبق ومن سبق يعني من سبق يعني بالنجاح في الماضي ومن سبق في الحاضر في السبق يعني. انت واخد بالك؟ لا انا بحب التجاره يعني. قعدت قد ايه في المنتج الغذائيه؟ قعدت سنه ونص. كده وصلنا لسنه 25 تقريبا. فتحت المحل بعد 3 شهور بقى محل جمله، بقى من اكبر محلات الجمله الموجوده في البلد. ما شاء الله. ما شاء الله عندنا في القريه عندنا. بعد كده حصل شويه احوال كده وابتدى راجع الادويه تاني. كده كل حاجه الكلام ده ليه قصه. ايه السبب رجعت الدواء تاني؟ ايه اللي لفت نظرك تاني الادويه؟ كانت سنه 25 تقريبا؟ 2025 لا كده 2005 قصدي؟ 2004 2004 انا تقريبا قعدت يعني كنت في 2004 مثلا ايه راجع فتحت الشركه دي تقريبا 7/2004 8/2004 وكنت بادئ فيها تقريبا في المواد الغذائيه ديت في شهر 3. تمام ما شاء الله. على فكره خبرتي في المواد الغذائيه ما شاء الله قويه جدا. لكن رحت الدواء والمواد الغذائيه مستمره. بس انا عايز اقول لك على حاجه، رغم ان هي يعني الموضوع ده يعني مثلا ايه ان انا ما بقتش معيد في الجامعه ده وجع. قعدت فتره كبيره جدا كل ما اصلي وانا ساجد يعني اقعد ادعي على الناس اللي ظلمتني والناس اللي واللي كان الناس اللي كانوا بس ده درس واضح يا خالد وعسى ان تكرهوا لولا يعني انا لو كنت موظف ما كنتش ولو انا كنت باخد راتب كويس ما كنتش فضلت في ان انا ايه ازود دخلي وان انا كده. ما شاء الله. ده درس برضه. الحادثه اللي حصلت عليا لما اتنصب عليا في سنه 2003 يعني لو ما كنتش اتنصب عليا على فكره المواد الغذائيه علمتني كتير جدا 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 جدا. يعني زي ما كنا اصلا يعني كل ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى بيكون فيه تقدير قوي جدا وكبير جدا لما بعد ان شاء الله. ما شاء الله. ف 2005 دخلت الدواء فين؟ 2004 تقريبا 7 8 9 2004 تمام. يعني تقريبا سنه ونص بس اللي خدتها مواد غذائيه. بدات بقى لوحدك انه بدات تاخد مكان واشتغل؟ خدت بقى مكان وكده وبدات يعني عايز اقول لك على ايه، كنت شغال بقى في مدارس الثانوي. فزمايلي في المدرسه بيقولوا لي انت بتعمل ايه؟ قلت لهم والله انا بعمل كذا كذا. خد بالك انا بكلمك في الايه في البدايه الاول في المواد الغذائيه في سنه ونص ده
اصلا ما شاء الله بقى معايا انا يعني خاصيتي تقريبا 33000 جنيه. ما شاء الله. 33000 جنيه سنه 2004 وانا كانت نصب عليا اصلا في 32000 جنيه قبل كده يعني انا عايز اقول لك ان ايه الحمد لله والشكر ربنا بيفرج يعني. 32000 جنيه اتنصب عليا فيهم دولت سنه 2003. انا عايز اقول لك ان جرام الذهب كان ب 26 جنيه. يعني اقول لك دي كان كيلو دي قيمة كبيرة طبعا طبعا. رات الارض الزراعيه كان ب 600 700 جنيه. طبعا في الوقت كبيرة. ده طبعا اقل ارض زراعيه دلوقتي مثلا تتجاوز ال 100000 يعني. طبعا بدأت خدت المخزن بدأت بدات خدت كان مخزن مرخص جاهز. لا لخصته قعدت ادور. فكره ال 100 متر دي كانت صعبه جدا جدا. انا قعدت الف مثلا عندنا هنا في شبين اكتر من شهرين 2 عشان الاقي 100 متر مش لاقي. قرار بقى خدت القرار عشان اخد 100 متر ديت فتحت كذا محل على بعض ومش عارف ايه. لكن رحت جبت اسمي الشاليمو. اسمي حاجة خالد. اسمي كان شاطر اسمي عمرو خالد. يعني سجلت أول حاجة عمرو عمرو خالد. خالد. عمرو ما خالد. شاء الله تمام. جبت رحت بقى اشتريت شنيور واشتريت يعني الواح خشب عارف انت الحديد اللي هو الحديد السدايب. هتعمل سدايب. سدايب حديد ومش عارف ايه منه وبتاع. ورحت اشتريت خشب اللوح كده كان مش عارف كان 12 سم كده ولا حاجه. وبدات انا اعمل الكلام ده وارصه وبتاع. رحت جبت جهاز كمبيوتر رحت جبته بالقسط وقتها كان ب 5000 جنيه هو طبعا البرنامج. 5000 جنيه ده برضه كان يعني رقم كبير جدا. كان رقم كبير جدا وبتاع. مش بعرف اكتب قعدت لحد ما دخلت كل الاصناف لحد ما جيت وكنت بخش اشتغل مع حد في الاول. كنت اخش يعني اخد الطلبيه بالتليفون لان طبعا ليا بقى يعني ليا بقى ما شاء الله العملاء بتوعي وانا عارفهم وهم عارفين الناس اللي انا اصلا شغال معاهم فترات طويله يعني. والناس الحمد لله والشكر لله كانت تحبني وتثق فيا دايما وتستأمنني الحمد لله والشكر لله. الأمانة يا إخوانا الثقة والأمانة يعني هي الشغل غير النجاح. يعني دايما معظم الناس يقول لي انت ايه لو انت شغال في تراب احنا هنشتغل معاك عشان انت راجل الصدق محترم. والأمانة. الصدق والأمانة. تحضر الطلبيه اخش اخد الطلبيه بالتليفون. اخش المخزن احضر الطلبيه احط الطلبيه على الموتوسيكل اروح اوزع الطلبيه واجي افتح المخزن تاني اخد الطلبيه بالتليفون واعمل مش عارف ايه من ده وبتاع. ظلت على الامر ده مثلا ايه فتره حوالي شهرين 3. بعد كده بقيت اجيب حد تاني حد ثالث حد رابع كده يعني. انا عايز اقول لك مثلا ان ايه ان في الاول خالص كان راس مال ضعيف جدا لدرجه ان الكراتين اللي كانت موجوده الكراتين اللي انا ايه اللي انا كنت بجيب فيها يعني كنت اخد بقى الطلبيات الكراتين الفاضيه ديت كنت انا اقفلها كده واحطها على الرفوف عشان تبان ان هي مليانه لان كان راس المال قليل جدا. كان اقل راس مال موجود يعني شباب بكام دلوقتي ده كان توتال شغلي حوالي مثلا 60 70 الف جنيه توتال. بس كان رقم كبير برضه ساعتها. لا ما كانش كبير بقى يعني مقارنة بالباقي كان وانا كنت اقل واحد موجود في شبين الكوم حرفيا يعني. المهم يعني بقول لك كنت بحط الكراتين فاضيه في الرفوف عشان تبان ان هي ايه فيها حاجه لان 100 متر كان 100 متر ده ايه بعد كده الرخص كان 30 متر و40 متر يعني و50 متر. قصد بدايه شغلك خد صيدليات مش جمله. امتى بقى نقلت الجمله؟ امتى خدت قرار قلت انا هشتغل جمله؟ سنه كام؟ سنه تقريبا 2013 ما شاء الله يعني بعد البدايات 2013 2014 في التوقيت ده. طبعا كنت انا اللي بشتري وبعمل مش عارف ايه. كان عايز اقول لك انا كنت اروح من انا كنت باخد الفلوس كلها ما كانش فيه لا فاكسات ولا ايميلات ولا مش عارف ايه والكلام ده وبتاع. لازم الصف كده تاخد يده كده والتمليه كانت كلها تمليه. خد بالك انت من حاجه. كنت بحط بس التليفون مثلا على ودني اللي هو الارض ده يتحط على ودني حوالي مثلا يعني مش اقل من 10 ساعات. انا كنت خلاص اروح البيت البابور اللي شغال. انت كنت مستني مثلا ان انت ايه يعني مش عايز حد يكلمك مستني كده لحد ما يعني يعمل الوش ده ينزل شويه يعني كده عشان يقدر يستوعب. في حاجه مهمه برضه عايزين نقولها. حاج خالد من القلائل في سوق الدواء اللي حاصلين على GSDB ما شاء الله فبارك له يعني ومن نجاح لنجاح دايما. الحمد لله شكرا لله. هننقل نقله كبيره بس احنا بقى هنسجل باستفاضه لكن احنا عايزين نقله كبيره عشان الاجتماع. طموحك في سوق الدواء جنب المصنع. طموح حاج خالد في سوق الدواء الطموح الخاص بيه كابن خلدون والعام للسوق كله القطاع بتاعنا. طبعا الخاص ان ربنا يكرمنا ونبقى ايه احدى شركات التوزيع المعتمده زي المتحده والدسينه وخلافه. كن زينا زيهم ان شاء الله رب العالمين. مدي في خطه زمنيه حضرتك حاجه زي كده؟ والله انا الخطط الزمنيه في المعطيات اللي موجوده ما تقدرش تعول عليها اصلا. لان متغيرات كتير. لان اصلا قبل كده كنت انا ممكن اعمل خطه خمسيه
يعني الخطه الخمسيه كانت قبل كده كنت انا ممكن يعني بقول لك مثلا ابقى في النقطه ديت والنقطه اللي بعد 5 سنين ولما تروح لها ان شاء الله 400 تلاقيها يعني كواضح النهار، يعني انت واخد بالك من غير ما دلوقتي بكره تاني تلاقي الوضع الدولار اتغير. زي ما هو، الدهب زي ما هو، اللي مش عارف ايه زي ما هو، الاسعار زي ما هي، مش عارف ايه. انا دلوقتي ما تقدرش تعمل خطه يوميه مش شهريه. طب طموحك ايه للقطاع؟ نفسك تشوف الناس دي تشتغل ازاي؟ نصيحتك ايه؟ دلوقتي احنا بيسمعنا شباب كتير في السوق وشباب عنده طموح وناس نفسها تنجح او تكبر، بيقابلها صعوبات، في متغيرات كتير، حضرتك شايف وضع السوق حاليا الموجود، تنصح الناس دي كلها ايه؟ طموحك ايه للناس دي تصمم؟ الادويه في مصر بصفه عامه او التجاره فيها او النهج بتاعها دلوقتي هي هتتغير تماما عما قبل. انت رايح يعني لازم تكون اسس سليمه ومنظمه ومهيكله وخاضعه للمعايير اللي موجوده وخاضعه للتأمينات وخاضعه للضرائب وخاضعه جهز نفسك علميا وخش تحت ضوابط الدوله، مفيش مفر. لازم يبقى لك ربح عشان تقدر تكمل كده. نعملها زي النصيحه الثانيه تكسب. ما انت تكسب عشان تدفع. ما انا لو ما كسبتش يبقى انت هتقفل. ولازم رؤوس الاموال كل واحد لازم يكبر راس ماله عشان يقدر يواجه الزيادات في الاسعار ديت، عشان يقدر يعمل يعني يبقى عنده نفس الوحدات على الاقل يعني. بنشكر حضرتك جدا على السماح لينا بالتسجيل ده طبعا اولا، يعني ثانيا استفدنا دروس صراحه والله جميله جدا جدا، يعني حاجه ورب الشباب يستفيدوا ويتعلموا من هذا الكلام وان شاء الله يعني يكون فايده من حد عالم في السوق زي حضرتك، وان شاء الله يكون لنا جلسات بقى ايه نتكلم في تفاصيل الحاجات دي. جزاك الله خير.